عمرها 103 أعوام. تعمل في مهنة كي الملابس منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وحتى سنوات قليلة كانت ما زالت تعمل في هذه المهنة التي أخذتها عن زوجها الراحل، واستطاعت أن تتقنها حتى اشتهرت في حي السيدة زينب والأحياء المجاورة. إنها أقدم سيدة تعمل في مهنة كي الملابس في مصر. اسمها سكينة إبراهيم عبد الدايم، ومعها في هذا التقرير سنتعرف على قصتها مع هذه المهنة وشكل وملامح مهنة كي الملابس في مصر قبل أكثر من 80 عام. يقع محل الست سكينة في شارع هادئ بمنطقة المنيرة بحي السيدة زينب، أحد أشهر الأحياء الشعبية في مصر. وفي هذا الحي بدأت قصة الست سكينة مع مهنة كي الملابس. كان زوجها يعمل في هذه المهنة وكانت هي في بيتها، إلى أن استدعي الزوج للجيش ولم يعد من الحرب، فاضطرت إلى النزول للعمل وتعلم كي الملابس. راح الجيش وساب لي الدكان، هعمل ايه؟ وقفت فيها وتعلمت المكوى فيه. يعني انا بنفسي ما كنتش اعرف حاجات من دي، لكن اتعلمت من الصنايعية مكوى، وقفت فيه. خدوه الجيش بقى، كان ايامها هرتل وموسوليني والانجليز. وسرعان ما أتقنت الست سكينة مهنة كي الملابس، وعرفتها العائلات الكبيرة في الحي وفي الأحياء المجاورة. ما انا اللي كنت ماسكه المنطقه، وكنت بشغل الواحد واتنين، وعندي ولدين كده كانوا يروحوا، ولد منهم مات في الحرب. ومن عائد هذه المهنة ربت الست سكينة بناتها وعلمتهم تعليما جامعيا، كما ربت أحفادها من ابنتها الكبرى التي توفيت. هي اللي شقيت عليهم، هي ربنا سبحانه وتعالى، وبعدين هي البنات اللي جوزتهم واللي اتخرجتهم من الكليات بتاعتهم واللي اتوظفوا برضك، ولغايه الان بيجوا لها، وهي يعني على قد ما بنقدر احنا بناخدها بنوديها لهم. فاهم انت؟ تغير يوم هنا كده بتاع. لا هي شقيت عليهم الصراحه. وتتذكر الست سكينة يوم أن التقت بالسيدة جيهان السادات زوجة الرئيس المصري الراحل أنور السادات، وكان ذلك في فترة السبعينيات، وكانت قد ذهبت للجامعة لتدفع المصاريف الدراسية لابنتها 4 جنيهات ونصف. دفعت 4 جنيه ونص، وانا خارجه بعد ما دفعت 4 جنيه ونص قابلتني جيهان السادات. انا ما اعرفهاش. قالت لي انت رايحه فين بالبنت دي؟ قلت لها ده انا كنت ناجحه ودفعت لها المصاريف، رجاء موجوده لغايه دلوقتي، ودفعت لها المصاريف. راحت مدياني حاجه وقالت لي ادتني جواب، قالت لي روح اللي تحت الشؤون الاجتماعيه، قولي لها انا جايه من عند جهان السادات وخد الجواب ده بعتهولك. ورغم أن أغلب من يعملون في مهنة كي الملابس يستخدمون المكواة الكهربائية لسهولتها وسرعتها، إلا أن الست سكينة ظلت تفضل المكواة الحديد، وكانت تستخدم مكواة الرجل، وتقول إنها جربت المكواة الكهربائية ولم تسترح لها. المكوى دي احلى، بتضغط، لكن المكوى الكهرباء على العايل. مسكت في المكوى الحديد، مش في ام كهرباء، وساعات كنت اكو في الكهرباء برضه. وتقارن الست سكينة بين الوقت الحالي وأيام زمان، وتقول إن الناس زمان كان عددهم أقل، وكانت الحياة أهدأ والأسعار أرخص. ده انا كنت الظهر ابقى واقفه وجاين الاكل من هنا ومن هنا في الصينيه، كل يا ام فوزيه لازم تاكلي، يجيبوا لي الاكل عشان عارفين ان انا لما جوزي توفى بقوا. لكن راحوا بقى الناس الكويسه راحت ومقفله الشقق وراحت سكنت في حتة تانية، وكان الاربع ترغيفه بالساغ، وكانت الدنيا دنيا.
أما أسعار كي الملابس فكانت في ذلك الوقت بالمليمات والقروش. باكل قمص الاتنين بتلات ابيض، وبعدين بقى الواحد بإرسال، وبعدين البدلة ب10 ساغ، بنطلون ب4 ساغ، ب5 ساغ، وكانت الدنيا رخيصة. ولسكان المنطقة كبيرهم وصغيرهم ذكريات عديدة مع الست سكينة، فهي تعرفهم جيدا، بل وتعرف أسرهم وعائلاتهم منذ أن كانوا أطفالا إلى أن كبروا. الحاجة سكينة دي أنا من يوم ما وعيت على الدنيا وأنا شايفاها بالمنظر ده، يعني لا كبرت ولا صغرت، هي بالشكل ده. احنا كنا ساكنين في الشارع اللي وراها، وكنت باجي المدرسة، مدرستنا هنا أمين سامي، كنت أعدي من الشارع ده أشوفها كده بنفس المنظر، لغاية ما شاءت الأمور بقى وجيت اتجوزت، سكنت جنبها يعني، وشايفاها بقى بنفس المنظر ده. هي ست مكافحة يعني، وست طيبة. اتأرملت يعني من سنين عمرها، وهي عندها بنتين وجوزتهم يعني، وليها بنت تالتة اللي هي اتوفت دي ربت ولادها. ومنذ عدة سنوات أصيبت الست سكينة في قدميها ولم تعد تستطيع الوقوف بسهولة، لكن ذلك لا يمنعها من أن تمسك المكواة أحيانا لتمارس المهنة التي قضت فيها عمرها كله ولو لدقائق. ورغم أن الست سكينة وبسبب تقدم العمر لم تعد تعمل منذ 3 سنوات فقط في مهنتها القديمة كي الملابس، إلا أنها لابد وأن تأتي كل يوم إلى دكانها هذا في حي المنيرة لتجلس هكذا أمام الدكان تتأمل المكان وتستعيد ذكريات الماضي أو تتجاذب أطراف الحديث مع سكان الحي ومع زبائنها القدامى.